عسلامة الناس الكل. أنا سهيل هنشيري، منشط ثقافي. عمري 37 سنة، مترشح على عمادة سيد أحمد زروق. ترشحت لانتخابات المجالس المحلية ذي، وكل أمل وثقة في شباب سيد أحمد زروق باش يعطوني أصواتهم وباش يدعموني. لا لشيء، لأنه اليوم لازم يكون عندنا شخص ينوبنا في منطقة سيد أحمد زروق، صفحة بيضاء، يكون شاب من شباب المنطقة هذيك، عنده رؤية جديدة، عنده فكر جديد باش نجموا ننهضوا بالمنطقة نتاعنا. احنا متقدمين الانتخابات هذه، ما عندناش برشا وعود وهمية باش نقدموها للمواطنين. عندنا حاجات أساسية ضرورية باش نخدموا عليها، والعمل باش يكون جماعي بينه وبين متسكنين سيد أحمد زروق، على خاطر العمل الجماعي والمشاركة ما بين المواطنين في بعضهم هو الأساس باش نجموا احنا نمشوا لمرحلة جديدة ونمشوا لسيد أحمد زروق جديدة. فما بعض النقاط اللي باش نسعوا لإيجاد الحلول، كما توفير الخدمات للمواطنين وخاصة كبار السن. باش نحاولوا نسعوا باش نقدموا دار خدمات في سيد أحمد زروق، باش نحاولوا نسعوا باش نوفروا وحدة استعجالية خاصة بمنطقة سيد أحمد زروق، باش نخدموا على المناطق الخضراء، تهيئة وإعادة المناطق الخضراء، وهكا باش نخدموا زادة على الجانب النفسي وعلى الجانب اللي يهم صغيراتنا كي يبدو عندهم متنفس في المنطقة هذيك، باش نحاولوا نضعوا حد للإشكالية اللي ولت معناها مقلقة في سيد أحمد زروق، وهي المصب العشوائي. وكذلك عديد المشاكل الأخرى باش نطرقوا لها مع بعضنا بالمرحلة باش نحاولوا زادة المدارس الابتدائية، خاصة مدرسة سيد أحمد زروق ومدرسة حي بورقيبة، باش نشوفوا نلقوش حل باش نعاودوا الصيانة متاعها. هذا هو اليوم أنا ندائي نوجه لكل شاب في منطقة سيد أحمد زروق، لكل مواطن في سيد أحمد زروق: أعطوا صوتكم في السهيل هنشيري، على خاطر ولد المنطقة هذيك، على خاطر شاب، على خاطر صفحة بيضاء، على خاطر أفكار جديدة، على خاطر رؤية جديدة، على خاطر روح جديدة في سيد أحمد زروق. مستحق دعمكم نهار 4 فيفري باش تصوتوا رقم 2 سهيل هنشيري. شكرا.